قوك عقال الراس. قويت لا تقعد. فلاح. هلا. تحفظ السر. عفا عليك. أبوي حميد وعمي خالد البيارك. ونعم. فلاح، تروح للرعيان، أعطيك ثوب وتعطيه الواحد من الرعيان يناسبه الثوب، وتجيب لي عقاله وثوبه وشماقه. أبشر، وخلهم يغسلونه لك وجيبه؟ لا لا، حتى لو عليه دم غنم جيبه مثل ما هو يا فلاح. ياللي ما عاشق قلبي يا ريت تغيره، لا تخويون الياطي والشيخ يكون قسام الطوابير مقطوع، شدوا وجروحه قبل ما اشوف دمه. خلت ناقة شيخنا تسرح قريب الدفلة، لو وكلته كان ماتت ولحقنا انا وياك للناقة. ليه؟ يا ستار وش صاير؟ اي يقول لي وش صاير؟ اقعد اقعد، انا اقول لك الصاير، اقعد. يا صالح، بلغ الرعيان الشيخ طالبهم. ابشر. والله يا اخوي من يوم جلسة شيخنا مع هذا خالد البيارك عند الشيخ سيف للحين ما ارتحت. والله كلنا ما ارتحنا، الله يعيننا على اليومين الجايات. يومين؟ الحين شيخنا غير رايه وقول امشوا. ما ظنيت الا يشوفوا بالذهاب، حالنا ثقيله والبيارك مو مسهلين. يلا قدامي، الشيخ طالبكم كلكم. ابشر. انا ما قاعد، امشي. اي ابشر ابشر. ما راح نكون لحالنا. أسأل الشيخ من هو معنا؟ من هو معنا يا شيخ؟ معنا الجرمان، البيارق ما راح يقدرون لنا اثنيننا. أنشد الشيخ نطلع حنا والجرمان جميع. نطلع حنا والجرمان جميع يا شيخ؟ لا، هم يطلعون من أرضهم وحنا من أرضنا، ما يتشابكون الجرمان مع البيارق إلا ويدينا معهم. أنشد الشيخ تقدرون أهل الجرمان وما جو. وليه ما تنشدوا وانت؟ صوتي مبعوح يا رجل. ونغدرونا يا شيخ. الغدر ما هو من شيمتنا، ما غير لا تشغل بالك انت. لله ما يغدرونا، خالد العربة سوى معنا سواه ما حد سواها قبله، وحميد قطع حبال بيتي. كلكم روحوا، يظلون الرعيان بس. انت اي انت تعال جاي. والحين يا خالد اخذ صافي، واذا خذيت ايش اسوي؟ والله لو صح لي واخذك براسك يا ابن مخلب.
ما علي عار، لكن الغدر الله شاله من طينتي ومن عجنة باطنتكم. أكبر، يظل الغدر بدمكم يا الزحاف. يا أبو فهد، يا بن مخلب، آخ يا صالح، الله أكبر، يا الله يا صالح. صافي، وش بلاك؟ فك رجليه يا ابو فهد. علامك يا رجال، من اللي سوى بك هالسؤال؟ قدرني واحد من رجالك يا أبو فهد. عفوا ابو فهد، ما يضيع حقك وانت ببيتي. عجيبة والله قولتك. من سوى هالسواه؟ هذا أحد يبي يخرب جمعتنا يا أبو فهد. وأنا ببيتك يا أبو فهد؟ أعوذ بالله من الشيطان، الله لا يعطيه عافية. سندني يا أخوي. دم سندني. الله. تعرف منين جاي يا حميد؟ الحين نعرف. الوكاد إنه ما كان بالعرب من أمس. قوك يا غنيم. يا مرحبا يا عمي. هات القطعة يا غنيم. ابشر يا عمي. قوكم. قويت. شغلتنا عليك يا ابو عربة. هي أول مرة غيب يا عم. لا، ما هي أول مرة، لكن أول مرة تروح وما تقول، ما حد يعرف وينك. عند بن مخلب. بن مخلب. هذه القطعة يا عمي. تفضلوا، السالفة ما تبي صبر. تفضل. الجرمان راح يتحركون من أرضهم، وهذا المكان اللي لازم نلقاهم عنده، والزحافة راح يجون من أرضهم بعد، يعني المفروض نلقاهم بهذا المكان، لكن ما راح نقدر نقسم جيشنا، والخبيثين راح يطلعون جميع. وقفت مع رجال بن مخلب، سمعت كلامه، وربطت صافي ببيت بن مخلب، يمكن تخرب سالفتهم. لا تطالعني يا عم، ما عندي شيء أقوله. شيخنا طلع بلا علم ولا شور، لو واحد ذابها ما عرفنا نذبحها. وانت رحت هدمت بيت بن مخلب ليا شور يا حميد، هذا انا سالم، مو وقت زعل. إذا هي بالمراجل ونعم يا أبو عربة، لكن ما هي عندك لحالك. أنت أكثر واحد لازم تحرص على نفسك. ليه ما قلت لي أنا أروح؟ يا عم أخلي حميد يضحك. تقدر. لو حميد لبس ثوب الراعي اللي لبسته وشماغه، وشافها بن مخلب وناداه: يا ولد صب لك قهوة، يلتفت عليه حميد: أخو ميتة أنا قهويك. تشاوروا براي لما أشوف ضيف السيار وجيكم. تفضل يا عم. دار عربة عزيزة ترابها، حزبني بسيوفها يهضبها، ما وخذ منها عدا اللي هي تجود في يديها وبرضا تشنابها.